بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حلقتنا النهاردة عن طاجن سمك المكاريلي بالفرن مع خلطة جميلة جدا. تقدري تعملي أي نوع سمك انت حباه، بس مش قادرة أقولك، وأهم حاجة إن احنا مش هنحط فيها أي دهون خالص أو أي زيوت في الطبخة بتاعتنا. مقاديرنا عبارة عن راس توم مع قرن فلفل اخضر او احمر، دقينهم كده في الهون دقه كده يكون ناعمين خالص. هبتدي ان انا اديهم معلقه كبيره من الملح، نص معلقه من الكمون المطحون، ونص معلقه من الكزبره المطحونه، وربع معلقه من الشطه. هنحط معلقه كبيره من الخل، وهحط كمان عصير ليمونتين. هنقلب بقى التتبيله بتاعتنا كده وهي كده بقت جاهزه معانا. معانا هنا كده سمك مكاريل، وينفع اي نوع سمك متوفر عندك. هنجيب بقى التتبيله وهنبتدي ان احنا بقى كده نتبل السمك بتاعنا زي ما انتم شايفين. كل ما لحم السمك بيتشرب من التتبيله دي، كل ما بيديكي نتيجه جميله جدا في طعم السمك وانت بتاكليه. هحيق السمك كله وهبتدي ان انا اغطيه واسيبه كده لمده نص ساعه لحد ما يتم تتبيل السمك كويس. طيب هنا اتبقت معايا نص معلقه من التتبيله، هركنها كده على جنب. معايا حجم بطاطسايه كده واحده، طبعا احنا غسلينها ومقطعاها هنا كده زي ما انتم شايفين طرنشات. هجيب الطاجن اللي هدخله الفرن. معايا كده حبايه من الطماطم قطعاها كده شايله القش من عليها، حطيت نص حبايه الطماطم. وبعد كده حطيت هنا قرن فلفل كده اخضر زي ما انتم شايفين متقطعه كده حلقات او زي ما انت حابه. معايا كمان بصلايه بشراها كده زي ما انتم شايفين طرنشات، حطيت نص حجم البصلايه في القاع من تحت. بعد كده هبتدي ان انا ارص البطاطس دي كده، البطاطسايه بس الواحده ابتديت ان انا ارصها. الخلطه دي كده لما بتتشرب من السمك بتدي طعم جميل جدا، وتقدري تاكليها بقى مع الرز مع اي حاجه. خلاص، هنبتدي بقى نحط بقيه البصلايه اللي هو نص البصلايه التاني اهو ضفته. كمان هضيف القرن الفلفل الاخضر التاني اهو ضفته برده نفس الحكايه. ومعايا كمان نص حبايه الطماطم اهو كده ضفتها. كده انا وزعت بقى الطماطم زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. عندي بقى نص معلقه التتبيله بتاعت الثوم هضيفها كمان كده من فوق، وابتدي ان انا اوزعها على الطاجن. بدي رشه من الكمون، وهندي رشه من الملح كده بسيطه، وهدي رشه من الكزبره برضو الناشفه، وهدي كده برضو رشه من الشطه الحمراء. بعد كده هبتدي ان انا ارص السمك بتاعنا على الطاجن من فوق. بعد ما رصينا بقى السمك بالطريقه دي، هبتدي ان انا ادي كده شقات كده في قلب السمكه زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. بعد كده عندي دي الميه اللي كانت نازله من تتبيله السمك، ببتدي ان انا كمان اضيفها على السمك كده من فوق، هتخش في قلب الفراغات دي عشان تحيق لي كمان السمك اكتر. وخلاص كده بيكون بقى الفرن بتاعك يكون حامي. بتحطيه على الشبكة من غير شواية خالص، تكوني طافية الشواية وتسيبيه لحد ما السمك بتاعك يستوي وياخد لون. هيكون البطاطس بتاعك كمان استوت وخدت معاكي لون. ده كده السمك بتاعنا اهو بعد ما استوى وخرج من الفرن، شايفينه بقى عامل ازاي. اول بقى ما هيبتدي ان هو كده يهدى ويتشرب، هتلاقيه بقى خلاص كده الدنيا معاكي بقت زي الفل. اهم حاجه ان انا هنا ما حطيتش اي زيوت خالص، لان السمكه دي بتبقى مشبعه بالزيوت. حتى لو احنا حطينا اي نوع سمك تاني فاحنا برضك ما بنضيفش فيها زيوت، لان الطماطم والبطاطس والسمك كله بينزل الميه بتاعته، وهو كده بيستوي منه فيه. وبالطعم هنا بيكون خفيف وجميل جدا. حتى لو الواحد عامل كمان دايت يقدر ينفع معاك. تقدري بقى تعمليه كده مع طبق سلطه، سواء بقى هتغمزيه او تاكليه بقى كمان مع رز صياديه تحت السمك زي الفل. دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.